بنروح بسرعة لأوضة ضلمة واللي بنلاقي جواها بنت بتحاول تهرب من البيت، ومعاها مجموعة بنات محبوسين هما كمان، واللي بيطلبوا منها إنها تساعدهم في الهرب معاها. ولكن بتحس البنت إنه في شخص جاي، فبتخاف وبتجري بسرعة. وبنروح لكريستين اللي بتكون شغالة في دار نشر وهي في اجتماع لرواية جديدة مع صديقتها آن، وبتشرح آن ملخص الرواية لكريستين، واللي بتكون قصتها عن بنت اتخطفت وهي صغيرة وبترجع لأهلها لما بتكبر. بتكون آن متفائلة بنجاح الرواية على العكس من كريستين اللي بتكون شايفة إنها نهاية الرواية سعيدة جدا ومش واقعية، لكنها بتوافق على نشرها. بتروح كريستين بيتها وبتحلم انها بتحضن بنتها اللي اتخطفت من 6 سنين، فبتصحى فجأة وبتفضل تعيط. بنروح لتاني يوم مع كريستين اللي بتتفاجئ باتصال من الشرطة انهم لقوا بنتها اوليفيا. بتتأثر كريستين جدا وبتكون مش مصدقة، فبتروح بسرعة على اسم الشرطة وبتقابل هناك طليقها جاستن والد أوليفيا، وبتبلغهم المحققة إن الشرطة لقت أوليفيا على الطريق السريع، إنها عرفت تهرب من الشخص اللي كان خاطفها. بيقعد المختص النفسي مع أوليفيا عشان يقيم حالتها، فبيطمنهم إنها كويسة وإنها تقدر تروح في أي وقت. بيتأثر جاستن وكريستين جدا وبيفضلوا يحضنوا بنتهم، ولكن أوليفيا بتكون ما زالت لسه خايفة ومخضوضة. بيرجعوا الثلاثة على بيت كريستين اللي بتكون فرحانة جدا برجوع بنتها، وبتسألها لو جعانة، ولكن بتقولها أوليفيا إنها مش جعانة. بتروح كريستين جري على المطبخ تعمل عصير لبنتها، وبيروح جاستن وراها، وبنلاقي كريستين مستغربة من برود جاستن في التعامل مع أوليفيا، لكنه بيقول لها إنه مش عاوز يوترها وإنه لازم كل حاجة تبقى طبيعية. بيخرج جاستن وكريستين يدوروا على أوليفيا عشان يدوها العصير، لكنهم مش بيلاقوها في الصالة. بيروحوا يدوروا عليها في أوضتها، لكنهم بيلاقوها نايمة في أوضة الضيوف، فبيسيبوها ترتاح. بيبدأ جاستن يعتذر لكريستين عن إنه كان بيقول لها تنسى بنتهم بعد ما كان فقد الأمل في إنهم يلاقوها، لكن بتقوله كريستين إنها كانت متأكدة دايما إنهم هيلاقوها. بتروح كريستين تطمن على بنتها قبل ما تنام، وبنكتشف إن أوليفيا صاحية لكن كانت بتمثل إنها نايمة. بنروح لتاني يوم وبنلاقي كريستين رايحة تصحي أوليفيا، لكن مش بتلاقيها في أوضتها وبتلاقيها في المطبخ. فبتقولها كريستين إنها أخدت أجازة من الشغل عشان تقعد معاها. بتسألها أوليفيا ليه جاستن والدها مش عايش معاهم، فبتتوتر كريستين وبتقولها إنه شوية وهيجي. بتبدأ كريستين تجهز الفطور، ولكن بتطلب أوليفيا من والدتها إنها تقعد جنبها لأنها مفتقداها، وبتفضل هي والدتها يلعبوا مع بعض فترة طويلة، وبتروح والدتها توريها لعبها وهي صغيرة. بعدها بيوصل جاستن على البيت وبيقعدوا ياكلوا سوا، لكن بيلاحظ جاستن انه الاكل فيه جمبري وان اوليفيا عندها حساسية من الجمبري، فبيحاول يمنعها من الاكل، ولكن بتبدأ اوليفيا تتخض وبتروح اوضتها تقفل على نفسها. بيروح جاستن وكريستين وراها عشان يطمنوا عليها، فبتقولهم أوليفيا انه الخاطف كان بيضربها عشان كده مش قادرة ان حد يلمسها، فبيحضنوها جامد وبيحاولوا يطمنوها. وبنروح لبالليل، فبتسأل أوليفيا والدها لو الصبح هيكون موجود أو لا، بيقول لها إنه هيبات معاهم، فبتشكرهم أوليفيا إنهم معاها. بتصحى أوليفيا أثناء الليل عشان تتأكد إن والدها في البيت، فبتلاقيه نايم لوحده في أوضة الضيوف، فبتفهم إنهم انفصلوا وبتتضايق جدا. بتتصل كريستين بصديقتها أن تبلغها بخبر رجوع أوليفيا. بتفرح أن جدا بالخبر، وبتنصح كريستين تقضي وقت حلو مع بنتها. وبتوصل المحققة في الوقت ده وبتقول لهم إنه في 4 بنات مخطوفين، وإنها جاية تسأل أوليفيا شوية أسئلة جايز تقدر تساعدهم يوصلوا للبنات المخطوفين. بتسأل المحققة أوليفيا لو فاكرة شكل البيت أو شكل الشخص اللي خطفها، فبتحاول تضغط عليها لأنها الأمل الوحيد لأهل ال4 بنات. فبتقول لهم أوليفيا إنها كانت داخل بيت وكان معاها مجموعة بنات تانية، لكن الخاطف كان فاصلهم عن بعض وما كانوش بيتكلموا سوا. بتنهار أوليفيا وبتجري على أوضتها، وبتروح كريستين وراها تحاول تهديها. بيحاول جاستن يهدي أوليفيا، فبيقترح إنهم يلعبوا لعبة سوا. بتكون اللعبة إن كل واحد هيقول حاجة هو خايف منها. فبتقول لهم كريستين إنها بتخاف تمشي جنب أي مبنى تحت الإنشاء لأنها بتخاف إنه يقع عليها،
وبتعترف أوليفيا إنها بتخاف تنام لوحدها وإنها خايفة تتخطف مرة تانية وتكون من غير عيلة. وبتسألهم أوليفيا هم ليه خبوا عليها إنهم انفصلوا. بتحضنها كريستين وبتقول لها إنهم حتى لو منفصلين هيفضلوا جنبها. بيخرجوا بالليل عشان يشتروا لبس لأوليفيا، وفي طريقهم بيقابلوا بيس صديقة طفولة أوليفيا فبياخدوها معاهم. بتحس كريستين إنه مفيش مواضيع مشتركة يتكلموا فيها، فبتقول لبنتها تاخد بيس أوضتها وتوريها اللبس اللي اشتروه. بتحاول بس تقنع أوليفيا ترجع المدرسة، وبتقول إن كل أصدقائهم بيسألوا عنها ونفسهم ترجع المدرسة تاني، لكن بتزعلها أوليفيا وبتقولها إنها مش صديقتها وإنها سابت أصدقائها هناك، وبتتهمها إنها بتعمل كده عشان تروح تحكي لزمايلها في المدرسة. بيتكلم جاستن وكريستين عن انهم مش عارفين يساعدوا بنتهم ازاي، وانه المحققة بتضغط عليهم، ولكن بيتفاجئوا ببيس وهي نازلة بسرعة من عند أوليفيا وبيبين انها متضايقة ومش بتسلم عليهم. بيروح جاستن ورا بيس عشان يطمن عليها، فبتحكي له عن اللي حصل وبيعتذر لها جاستن وبيقول لها ان أوليفيا مرت بفترة صعبة وانها لسه متأثرة من اللي عاشته. فبتقول له بيس انها شاكة ان دي مش أوليفيا. بيدخل جاستن البيت وبيحكي لكريستين من كلام بيس، وانه لاحظ ان كلام أوليفيا متناقض وبيشك ان دي مش بنتهم فعلا. بتتضايق كريستين من كلامه وبتسيبه وبتطلع تنام، فبتلاقي أوليفيا مستنيها عشان تنام جنبها. بتقوم كريستين فجأة على صوت أوليفيا وهي بتصرخ، وبيفوقها جاستن وكريستين وبيقولوا لها إنه ده كابوس وبيحاولوا يطمنوها. بيحاول جاستن الصبح يقنع أوليفيا إنها تتكلم مع المحققة وتساعدها، ولكن أوليفيا بترفض. وبتيجي لكريستين مكالمة من الشغل، فبيستغل جاستن الفرصة وبيقول لأوليفيا إن كلامها متناقض وإنها قالت كلام لبيس غير اللي قالته للمحققة. بتتضايق أوليفيا وبتقول له إنها هتروح تتمشى وبتطلب منه ما يروحش وراها. بتيجي كريستين فما بتلاقيش أوليفيا، فبتبدأ تزعله إن ساب البنت تخرج لوحدها، وبيروحوا بسرعة يدوروا عليها. بتروح أوليفيا على المكان اللي بتقعد فيه بيس وبتزعق لها إنها عملت لها مشكلة مع أهلها. بيلاقي جاستن وكريستين بنتهم قاعدة لوحدها، فبيروحوا لها وبتقول لها كريستين إنها كانت خايفة يفقدوها مرة تانية، لكن أوليفيا بتزعق وبتقول لهم إنهم مش حاسين بيها ولا باللي مرت بيه، وإنها خطرت بحياتها عشان ترجع لهم. فبتعتذر لها كريستين وبتقول لها إنهم ما يقصدوش يضايقوها. وبتلاحظ كريستين إن جاكيت أوليفيا متبهدل لكنها مش بتعلق. بيروحوا على البيت بعدها وبتطلع أوليفيا تنام، وبيقول جاستن لكريستين إنهم لازم يعملوا تحليل DNA عشان يتأكدوا إنها بنتهم. بتطلب كريستين منه إنهم يعملوه في السر لأنها بتخاف على مشاعر أوليفيا. بتدخل كريستين تنام وبتيجي أوليفيا تنام معاها، فبتحس كريستين إنها مش عاوزاها لكنها مش بتقدر ترفض. بتيجي المحققة تاني يوم وبتقابل جاستن على الباب وبتقوله إن أوليفيا ضربت بيس امبارح، لكن أهلها رفضوا يعملوا بلاغ عشان ظروفها. بيحكي جاستن لكريستين اللي حصل، فبتقرر تاخد أوليفيا ويخرجوا وبيوصلوا على مكان للتزلج. وبتبدأ كريستين تقول لأوليفيا إنها كانت بتحب المكان ده وهي صغيرة. بتتصدم كريستين وبتقول لها إنها كانت بتكذب عليها وإنه ده المكان اللي أوليفيا اتخطفت فيه، وبتعرف إنها مش بنتها وإنها كانت بتكذب عليهم. بتسألها كريستين لو هي بنت من ال4 بنات اللي اتخطفوا، لكن بتتوتر البنت وبتبقى عاوزة تهرب، لكن بتقدر كريستين توقفها وبتبقى عاوزة تعرف أوليفيا عايشة ولا لا. فبتقول لها انها كانت عايشة لحد ما هربت من البيت. بتتفائل كريستين انه ممكن تلاقي بنتها، وبتطمنها كريستين انه اكيد لسه اهلها بيدوروا عليها هي كمان. بيركبوا العربية وبتعترف البنت لكريستين انه اسمها الحقيقي ناتالي، فبتستغرب كريستين لانه ما فيش بنت من المخطوفين اسمها كده. بتقول ناتالي لكريستين إنها هتاخدها على بيت الخاطف وهتفهمها كل حاجة هناك. بتبدأ ناتالي تحكي لكريستين إنها ما كانتش من البنات المخطوفة وإنها بنت الراجل اللي خاطفهم، وبتشاور لها على البيت اللي البنات مخطوفين فيه. بتفرح كريستين وبتحاول تتصل بالشرطة، لكن للأسف ما بيكونش فيه شبكة. فبتقول لها ناتالي إنه عربية والدها مش موجودة، فبينزلوا وبيدخلوا البيت. ولما بتدخل كريستين بتلاقي بنات كتير لكنها ما بتلاقيش أوليفيا معاهم.
بتخاف كريستين يكون الراجل قتل بنتها، وبيسمعوا فجأة صوت عربية الخاطف فبيخرجوا بسرعة قبل ما يشوفهم، وبتوعد كريستين البنات إنها هترجع تنقذهم. بتشوف كريستين الخاطف خارج من أوضة تانية فبتستناه يمشي، وبتروح تفتح هي الباب فبتتفاجئ بأوليفيا جوه، وبتروح أوليفيا تحضن والدتها وبتقول لها إنها كانت متأكدة إنها هتلاقيها، وبتخاف ناتالي إنهم يتخلوا عنها وإنه خلاص دورها انتهى. بتروح تنادي على والدها لكنه بيزعلها وبيقول لها إنه وثق فيها لكنها خانته وهربت، وبيعترف لها إنها مش بنته وإنه كان بيكذب عليها. بيشد الخاطف ناتالي عشان يحبسها في البيت، ولكن بتيجي كريستين وبتقوله إنها بلغت الشرطة عنه، وبنتفاجئ بأوليفيا من وراه بتضربه على راسه فبيحاول يقوم لكن بتضربه ناتالي مرة تانية فبيفقد وعيه. وبتقبض الشرطة على الخاطف اللي بنعرف إن اسمه جون وإنه كان خاطف أكتر من 5 بنات، وبترجع الشرطة كل البنات لعيلتهم. وبنروح لبعد مرور فترة بنشوف ناتالي وأوليفيا عايشين مع جاستن وكريستين بعد ما رجعوا لبعض، وبيبان إنهم سعداء جدا. وبنشوف طبعة الرواية اللي أصدرتها دار النشر اللي بتشتغل فيها كريستين، وبنعرف إنها ضافت قصتهم في الرواية عشان يكونوا أمل جديد لكل أهالي المخطوفين. ولو أنت متابع جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقدر تتابع كل الأفلام والمسلسلات الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. سلام.